السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. رائع رائع رائع، منتهى الروعه. واحد المعجنه اللي هي زوينه رائعه. شوف، رطبه، هشيشه اسفنجيه، عجينه سحريه رائعه رقيقه. وما الحشوه ما نقولش لكم عليها البنات، جربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. الا جربتها ترد عليا وبالصحه والراحه. وان شاء الله لا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونوش الاشتراك واللايك، وفضلا ليس امرا. ويلا بينا على الطريقه والمقادير ان شاء الله. بسم الله وتوكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق اللي نخلته، ها هو على هذا الشكل غربلته الدقيق الابيض مزيان. عندي هنايا 60 غرام ديال الخميره الفوريه، 60 غرام، ما نكتروش باش ما تجيناش فوق القياس. عندي هنا 50 غرام ديال الزبده، يعني معلقه وشي شويه. عندي هنا معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره. عندي واحد البيضه كامله. عندي شويه الملح على حسب الذوق. وعندي واحد المعلقه ديال بودره الحليب مجفف. وغادا نزيد واحد تقريبا شي كاس تاع الماء، وغادا نعجنها. غادا نعترض ليك شي 10 دقائق بالخلاط، وغادا نرجع معكم ان شاء الله. بعد ما عجنتها 10 دقائق خليتها حتى دلكت مزيان مزيان. كتكون على هذا القوام هكا كما كتشوفوا، ما قاصحاش وما جارياش. ملي كنحط صبعنا كترجع باش ما تعذبناش في الخدمه. دابا غادي نحطها في هذا البول اللي دهنته بشويه زيت الزيتون. غادي نحطها وغادي نخليها تخمر، ما نخليوش تخمر بزاف. هذه ما كتحتاجش تخمر كاع بزاف. بين ما نصاوبوا الحشوه ونرجعوا معكم ان شاء الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. عندي هنا 2 بصلات اللي فرمتهم رقاق. غنزيد عليهم شويه الزيت، تقريبا ربع كاس تاع الزيت. وغادا نحركهم على النار حتى يدبل. بعد ما دبلت البصله ديالنا على هذا الشكل، غنزيد واحد 2 خيزوات اللي هما جزر مبشورين 2. شفتوا البصله دبلات مزيان حتى ولات صفراء. وغنزيد هنا 250 غرام ديال الكبسه. وغنزيد توابل. عندي هنايا نص معلقه ديال القزبر اليابس، معلقه صغيره ديال الكركم اللي هو الخرقم البلدي، نص معلقه صغيره ديال الفلفل الحار، يعني ما حارش بزاف، ما عنديش حار بزاف. معلقه كبيره ديال بودره الثوم، نص معلقه ديال البهار الاسود الملحه، سكينجبير شوي شوي، 4 معالق. غنخلي هاد العناصر كلها تاني تتدبل حتى هي، وارجع معكم ان شاء الله. بعد ما طابت الكفته ديالنا ها هي على هذا الشكل، حتى طابت مزيان حتى خيزو طاب الجزر. غادي نزيد هنايا الزيتون، شويه الزيتون، قليل من الزيتون مطحون، داك الزيتون اللي دايرين فيه ديك الحشوه حمراء من الداخل. وغادي نزيد القزبر والمعدنوس شويه غير قليل. صافي اخر مكونات هما هادو، وغادي نطفي عليها. غنمشيو دابا باش نخليوها تتبرد، وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نمشيو للحشو ان شاء الله، العجينه باش نشكلوها ان شاء الله.
هنا اختمرت العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا هكا. زوينه هاد العجينه، غزاله البنات، جربوها، قطنيه غزاله رائعه. غادي نقسمها حصص هكا صغيره. ونجمعها بهذه الطريقه هكا، كاع ما نتعذب معاها ما والو، هكا على هذا الشكل هذا. نديرها على شكل طولي بحال هكا بهذا الشكل هذا. بعد ما درت على هذا الشكل هكا طولي غادي نخليهم يرتاحوا شويه. كما زدت الفرماج على الحشو ديالنا، غندير واحد الكميه ديال الفرماج. نتوما على حسب، ما عندكمش فرماج بلاش ماشي مشكل، راه بنينه البنه اللي في الزيتون وفي داكشي غزاله. انا ندخل الفرماج في هذه الحشوه. بعد ما دخلت الجبنه المبشوره في الحشوه، شوفوا الحشوه ناشفه رائعه، ما غاديش تخسر لكم العجينه ولا حتى شي حاجه. هانتوما غتشاهدوا. غنبداو دابا نطلق العجينه، نستعمل شويه الدقيق ونطلقها على الطول بهذا الشكل هذا. راه ما قاصحاش وما جاريش. نرققها ولكن ما نرقوهاش بزاف، هذا ما كيبغيش ترقق بزاف. بهذا الشكل هذا ما كتجيش رقيقه بزاف. عندي انا هنا هاد المول اللي غنخدم به، لا ما عندكمش انا غنوريكم مول اخر تخدموا به. كنديرو هكا وكنلبس العجينه بحال هاد الشكل هذا، وكندير واحد المعالقه صغيره من هاد الحشوه، غير معالقه صغيره بهذا الشكل هذا هكا باش ما تفرقعش لينا في الفران. وكنقلبها هكا ونقطع على هذا الشكل هذا. هاهي كما كتشوفوا. ان شاء الله تكون واضحه. نعاود معكم واحده اخرى. كتجي رائعه البنات، قطنيه غزاله غزاله غزاله. على الطريقه ساهله. الا ما عندكمش هذا ماشي مشكل، تقدروا ديروا اي شكل بغيتو. ها هي كتخرج هكا. انا غنوريكم الشكل الاخر هذا على شكل لي شوصون. عندي هذا ديال لي شوصون، القالب هذا هكا حتى هو غنديرو تحت هكا بهذا الشكل. غندير نفس الشيء معلقات ديال الحشوه، منكثروش الحشوه راه مشات حتى خرجت كتخسر لنا العجينه. غنوريك عليها. كما كتشوفوا ما درتش شويه دقيق ماشي مشكل. ها هي كتجي على هذا الشكل هذا مسينه، وندير شويه دقيق باش ما تشدش ليا. غنعاود معكم واحده اخرى. نرش فيها شويه دقيق، هي ماشي بحال الاخرى.
نحط فيها معلقه ديال الحشوه ونسد بهذه الطريقه. هاي على هذا الشكل هذا. انا نستمر حتى نكمل الحشوه اللي عندي كلها ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما دهنتها كلها بالبيض غادي نرش هاد المثلثات، غنرشهم بالجلجلان، شويه ديال الجلجلان هكا على هاد الشكل. والباقي ديال العجين حطيته يتجمد ومن بعد غنرجع معكم الاحتفاظ به في المجمد، لان حنا قلال انا وولدي وراجلي ما غاديش ناكلو كلشي. انا درت غير هاد الكميه شويه على الفطور لان كاين ماكله اخرى، وهذا غندير له الباغو الخشخاش. غنحتفظ بهم في المجمد. ملي كتجبدوه من المجمد كتحطوهم مباشره في الفران، دهنوهم بالبيض وترشوهم وتحطوهم مباشره في الفران. والفران خصو يكون سخون درجه الحراره 160. لا كان ديال الكهرباء كان ديال الغاز يكون متوسط، ماشي ناقص وماشي عالي بزاف. انا دابا غنحط هاد الكميه اللي درت، هذه هي اللي غنكتفي بها اليوم، والباقي نخليه مره مره نجبد منه. ان شاء الله تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال المعجنات ديالنا، الفطاير روعه روعه البنات شكلا ومذاقا. جربوهم وردوا عليا، واحد العجينه سحريه رائعه. وبالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، نهار جديد وتصبحوا على خير.